السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتعلم النهارده مع بعض ان شاء الله ازاي نعمل حساب اعمال على مدير اعمال فيسبوك. بيتعمل ازاي واهميته ايه؟ بص، هو في غايه الاهميه وهيحل لك حاجات كتير قوي من المشكلات انت بتواجهها، رغم ان انت مش عارف ان ممكن كان يبقى ليها حل اصلا. اول واكتر مشكله كلنا بنواجهها وفي ناس كتير ما كانوش يعرفوا ان حلها ببساطه، وهي كميه الحظر اللي ممكن يجي لك على المدير الاعلان بتاعك. لما تخش كده جميل وتعمل اعلان وبعد كده سبحان الله تلاقي فيه بلوك في وشك، والله ما عملت سياسه، والله ما عملت، بس هو بلوك. ليه بقى؟ عشان انت مش عامل حافظة اعمال او حساب اعمال على مدير اعمال فيسبوك. هل هو عمل لك بلوك علشان كده؟ لا، مش علشان كده، بس الحساب العادي اللي انت بتعمل عليه الاعلانات بتاع المدير الاعلانات ده مش حساب بيزنس، فبيعتبر بتاع شخص عادي، فكمية القيود والحظر عليه بتبقى اكتر. فانا هعلمك ازاي النهاردة تعمل حساب على مدير اعمال فيسبوك علشان يبقى حساب احترافي، فكميه الحظر هتقل بنسبه قد ايه؟ ممكن 70 80%. هتستريح جدا وهتلاقي ان شاء الله الموضوع ماشي معاك سلس وبمنتهى السهوله. هل كده بس مميزات؟ ولا طبعا. طب لو نفترض احنا بعد ما عملنا ده وعملنا عليه حساب، على بعد ما عملنا حساب على مدير الاعمال وعملنا مدير اعلانات منفصل، واحتماليه ان حساب مدير الاعلان بتاعنا يتحظر قلت، بس رغما عن ذلك احنا استهبلنا في حاجه او الفيسبوك نفسه استهبل وبرضه جاب لنا بلوك. هل الموضوع كده وقف؟ لا. لما انت بتعمل اعلان من على الحساب الاساسي بتاعك وجاله بلوك، فانت كده كل سنه طيب شكرا، مش عارف تعمل اعلان تاني علشان الحساب الوحيد اللي عندك على مدير الاعلانات اتقفل، فخلاص شكرا. انا النهارده هعلمك تعمل ايه، ازاي تعمل كذا حساب على مدير الاعلانات بعيد عن الحساب الاساسي بتاعك. فاي واحد فيهم يتقفل، ده اذا اتقفل يعني باحتمال بتبقى ضعيفه، بس اي واحد فيهم يتقفل فانت يبقى عندك 1 2 3 تعمل عليهم بمنتهى السهوله، ومش هيأثر على حسابك الاساسي في حاجه. حسابك الاساسي هو اللي هيخليك تقدر تعمل كذا حساب تاني تحتيه، بس اي حساب من دول هيتقفل مش هيأثر. بس لو اتأثر اللي احنا اصلا بنعمل من عليه، فانت خلاص كل سنه طيب شكرا. جميل كده. دي الحاجات الاساسيه اللي معظمنا بنحتاجها. في كده حاجه كمان صغيره، دي الناس بقى الميديا بايرز والناس اللي شغالين صفحات كتير، حافظه الاعمال او البيزنس بورتفوليو او حساب الاعمال اللي على مدير الاعمال هيسهل لك انك تجمع كل الحسابات الاعلانيه بتاعتك في حته واحده وتجمع كل الصفحات بتاعتك في حته واحده، وهتلاقي الموضوع سلس وفي منتهى البساطه. ده اللي هنبدا نتكلم عنه النهارده. فيلا من غير كلام كتير ومن انترو تبدا، انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه شايك علشان تروق، وتعالى لي يا شباب. بص يا سيدي، علشان تبدا تعمل حساب اعمال في مدير الاعمال بتاعك او حافظه اعمال او بيسموها البيزنس بورتفوليو، هتخش على الصفحه بتاعتك. ده حساب مثلا لسه جديد او لسه معمول ولسه هنبدا ننشأ له حساب اعمال على مدير الاعمال. فهتيجي من الجنب من هنا وتضغط على ميتا بيزنس سوت، تمام؟ هتلاقي عندك كده في نفس المكان ده. وبعد كده من هنا نبدا نضغط على العلامه اللي هنا دي، سواء بقى يمين او شمال حسب الحساب انت عندك عربي او انجلش. نضغط عليه هنا، هتلاقي في زرار تحت كده انشاء حافظه اعمال او كرييت بزنس بورتفوليو. نضغط عليها. اول حاجه عندك هتلاقي اسم الحافظه او اسم الحساب بتاعك انت عايز تعمله. فمثلا دي صفحه محاماه، فهنسميها مثلا ايه، لوير كونسلتنت مثلا. واول حاجه واهم حاجه لازم تعملها، اول حرف لازم يبقى كابيتال، تمام؟ ممكن بعد ما تسميها يقول لك مثلا ان التسميه دي بالنسبه له متسميه قبل كده، فيقول لك غير، فغيرها لحد ما تلاقي حاجه يقول لك ايه خلاص تمام اكسبتد، تمام كده. بعد كده تبدا تسمي الاسم الاول والثاني، تمام كده يا سيدي. بعد ما سمينا الاسم واسم الثاني عادي، اسمك يعني واسم الحاج يعني واسم الوالد، وبعد كده تحط البريد الالكتروني بتاعك، وبعد كده تضغط على زرار انشاء. فجاب لي هنا اهو ان حافظه الاعمال بتاعتي اسمها لوير كونسلتنت، ودي الصفحه اللي موجوده فيها هنعلم عليها عشان اقول له ان ضم لي الصفحه دي جوه حساب الاعمال بتاعنا، عايزها من ضمنها، تمام كده. ولو عندك اكتر من صفحه ممكن يطلع اكتر من صفحه. وعامه في حته كده عشان تبقى عارفها، ان من المفضل انه يطلبها مننا قدام لو كناش انشأنا صفحه. المفروض انك قبل ما تاخد الخطوه دي انك اصلا تكون انشأت صفحه لنفسك، يعني حتى لو ما فيهاش حاجه ولسه بتبدا، بس انشئ صفحه قبل ما تاخد الخطوه دي معايا. وهسيب لك فوق هنا جنب علامه الاي وتحت صندوق الوصف فيديو هيوريك ازاي تعمل صفحه على الفيسبوك من الموبايل او عن طريق الكمبيوتر بمنتهى السهوله في بتاع 7 8 دقايق يعني، تمام؟ بعد كده على الزرار التالي، وبعد كده هتلاقيه جايب لك هنا ان انت عايز لو تضيف اشخاص ثانيه مسؤولين او موظفين. يقول لك هنا اهو شوف عايز تضيف مش عايز تضيف، تمام. تضغط بعد كده على زرار التخطي لو انت مش عايز، تمام. هيقول لك هنا اهو ان دي البيج اللي عندك وده الايميل اللي انت هتبقى متحكم فيه عن طريقها،
وتضغط بعد كده على زرار تاكيد. بص هتلاقيه ما ظهرش هنا، ممكن تضغط هنا على زرار ريفريش لو لقيته ما ظهرش معاك يعني، فهتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. كده انت بقى عندك حافظه اعمال او حساب اعمال يعني في مدير الاعمال بتاعك. جميل. عايزين بقى نخش جواه وننشئ حساب مدير اعلانات غير الحساب الاساسي بتاعنا، عشان الحساب الاساسي بتاعنا ما ينفعش يتقفل. نعمل حاجات جانبيه عشان لو اتقفلت مش هتبقى مؤثره قوي معانا. فنيجي من جنب هنا على علامه الترس ده، هتلاقيه جايب لك هنا ان الاشخاص دول هم اللي ليهم تحكم كامل، اللي هو يعني اسم الاكونت بتاعنا. وبعد كده هتخش على من هنا الحسابات الاعلانيه عشان نبدا ننشئ حساب اعلاني. هنضغط هنا على زرار اضافه ونقول له انشاء حساب اعلاني جديد، ونسمي اسم الحساب برضه نسميه مثلا نفس الاسم. وبعد كده يا سيدي هتلاقيه بيقول لك المنطقه الزمنيه بتاعتك تضغط عليها، وليكن احنا مثلا في القاهره فتقول له كايرو، هتظهر قدامك كده. وبعد كده نخلي العمله بتاعتنا بالجنيه المصري، هتلاقيها ظهرت برضه قدامك هنا. وبعد كده نطلع على الزرار التالي، هتلاقيه تمام موافق على السياسات والشروط والاحكام بتاعتهم انشاء حساب اعلاني. وهتلاقيه بيقول لك هنا اضافه معلومات دفع، قول له علشان عايزين نضيف فوري ونتاكد ان هو يبقى شغال معانا مصر والجنيه المصري وكايرو. تمام. نضغط بعد كده على الزرار التالي عشان نطلع اول ريسيت من فوري، عشان نتاكد ان فوري هيفضل موجود معانا على طول، لان ساعات لو ما خدناش الخطوه دي ممكن ما نلاقيش فوري ظاهر معانا، فده لمجرد الاطمئنان يعني. بعد كده الزرار التالي بعد ما ضغطنا على فوري في الحته دي، وبيقول لك لو في عندك رقم التسجيل الضريبي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، لو انت عايز تشوفه هسيبه لك تحت في صندوق الوصف. بعد كده زرار تخطي مفيش رقم مثلا ضريبي معانا، ايا كان المبلغ هنا احنا مش هنعمله فعلا، احنا بس بنجرب. بعد كده على الزرار التالي عشان بس نتاكد ان فوري هيبقى شغال معانا على طول. هيقول لك خلاص اضافه اموال من خلال فوري، قول له عايز افتح فوري. هيقوم مطلع لك هنا الايميل هتضيفه بالشكل اللي. بعد كده على زرار كونتينيو هتلاقيه يطلع لك هنا الريسيت مبلغ 400 جنيه زي ما هو كان مكتوب والرمز المرجعي بتاعه. لو انت ما تعرفش ازاي اصلا بتدفع فوري عن طريق الموبايل بتاعك وانت قاعد في البيت، ده الفيديو الجاي يعني اشتراك في القناه علشان الحته دي اقسم بالله هتريحك وانت قاعد في بيتك ملك كده، ولا تضطر بقى تنزل الكشك تحت ولا بتاع عشان تقدر تدفع. الموضوع سهل جدا وهوريك ازاي هتدفعه، هيريحك كتير قوي. خلاص كده احنا انشأنا كل حاجه، انشأنا حساب على مدير الاعمال وانشأنا حساب مدير اعلانات جوه مدير الاعمال. ازاي نجيبه بقى؟ خلينا اوريكم. خلينا نرجع هنا كده ونيجي من جنب هنضغط على النقط دي علشان نجيب مدير الاعلانات. المفروض انه تحت هنا اهو، نضغط عليه هتلاقيه يا سيدي اللي جايبه لك فوق هنا. اول حاجه ده الاكونت الاساسي بتاعك، وده اوعى تيجي من هنا كده تضغط على زرار انشاء اعلان علشان ده الاساسي، لو اتقفل يبقى كل حاجه قفلت. فهنضغط عليه من فوق من هنا كده، وهنلاقي نضغط على زرار عرض المزيد، هنلاقي فيه لوير كونسلتنت، ده اللي احنا انشأناه حساب لمدير الاعلانات، حساب جانبي كده مدير الاعلانات عشان لو اتقفل فهو مش الوحيد اللي نقدر نعمله، نقدر نخش نفس الطريقه اللي انا عملتها وننشئ واحد تاني وتالت ورابع وهكذا، في الموضوع يبقى بالنسبه لك اسهل وامن. تضغط عليه هتلاقيه اشتغل لك هنا كده ونفس الشكل بالظبط عادي جدا. هيحمل دلوقتي اهو بالشكل ده يا سيدي بمنتهى بساطه. هتبدا برضه تضغط على زر انشاء عشان تبدا الاعلانات بتاعتك. ولو مش عارف ازاي تعمل اعلان هسيب لك فيديو قوي جدا 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 في صندوق الوصف هيعرفك ازاي تعمل اعلانات من اول للاخر، مش هتخليك محتاج اي حد تاني، تقدر تعملها بنفسك من غير ما تدفع ولا مليم لحد بره. تمام. اخر حاجه هنا بس طالما دي ظهرت وبيقول لك ان الاكونت ده له علاقه بالسياسه او قضايا وات ايفر ايه، بص قول له لا، يعني انا مش بشارك في اي حاجه. تمام كده. بس يبقى انت كده تمام والدنيا ماشيه معاك زي الفل. ولو عايز ازاي تدفع على فوري استنى الفيديو الجاي ان شاء الله هيعجبك جدا. بس كده يا سيدي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. هسيب لك تحت في صندوق الوصف لينك كده المقاله، عايزك تخش تاخد بصه عليها هتستفاد منها جدا. هتعلمك اقوى وافضل طرق الربح عن طريق فيسبوك وبالدولار مش بالمصري كمان، فان شاء الله هتدلع وتروق عليك. خش بص عليها وعايزك تقول لي فيها رايك. ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات هبقراهم كلهم، او ممكن تخش كلمه صفحتي على الفيسبوك سيب لك اللينك بتاعتها في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل علاقه بالاعلانات المموله او السوشيال ميديا جرافيك ديزاين او حتى التصوير هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.